مساء الخير وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة لأهم الأحداث، ونبدأها بالعناوين. غرب خان يونس في منطقة المواصل. مئات القتلى والجرحى بغارات استهدفت المواصي في خان يونس. إسرائيل تتحدث عن استهداف محمد الضيف ومصادر ترجح مقتله وحماس لا تؤكد. رداً على أردوغان، دمشق تشترط أسساً واضحة لبدء التطبيع مع أنقرة، وفي مقدمتها انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. ديمقراطيون بارزون يقاطعون تجمع بايدن الانتخابي في ميشيغان، والجمهوريون يستعدون لإعلان ترشيح ترامب رسمياً. مصادر سوا أكاديمي تتحدث عن مقتل القيادي العسكري في حماس رافع سلامة والسياسي أسامة نوفل جراء غارة المواصي. نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لوصول 2 من سفنها الحربية إلى ميناء تشانغيانغ في جنوب الصين لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع البحرية الصينية. وبحسب الوزارة سيقوم البحار الصينيون والروس بإجراء تدريبات إنقاذ بحرية ومضادة للطائرات معاً. أكد الكرملين أن نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافاً لروسيا. وأشار الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن روسيا تمتلك قدرات كافية للرد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا. كما كشف بيسكوف أن بلاده حددت النقاط الأوروبية كأهداف محتملة لصواريخها، معتبراً أن الولايات المتحدة تورط أوروبا التي باتت الآن في مرمى الصواريخ. في تحول مفاجئ للأحداث، ظهر نجم هوليوود الممثل الأمريكي أليك بولدوين وهو يجهش بالبكاء بعدما أسقطت القاضية تهمة القتل غير العمد عن بولدوين التي وجهت له خلال تصوير فيلم راست عام 2021 بسبب ما اعتبرته حجباً للأدلة. هذا وتوافقت القاضية مع محامي الممثل على أن المدعين أخفوا أدلة ربما تكون مرتبطة بحادث إطلاق النار الذي أودى بحياة المصورة السينمائية هيلينا هيتشز في موقع التصوير. وفي التفاصيل أن بولدوين كان مفترض أن يؤدي مشهدا يحوي رصاصا خلبيا، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه ما أدى لمقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج. هذه كانت أهم الأحداث لهذا اليوم. دمتم سالمين وإلى اللقاء.